فيديو رقم 2 من تصوير برنامج السكراتش. في الفيديو ده هنشرح واجهة السكراتش زي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات. طبعا السكراتش موجود منه يا شباب، موجود منه انك تشتغل على الانترنت، وكمان ممكن تشتغل منه اوف لاين، بمعنى انك انت بتدخل تنزل البرنامج من على الانترنت وبتدخل تشتغل من عليه زي ما هو ظاهر معايا كده بالظبط. وبالفعل اهو ده برنامج السكراتش الاوف لاين. لو عايز اجيبه بجيبه منين؟ بدخل من هنا وبكتب بس كلمة حرف الاس او كلمة سكراتش، بلاقيه من على قائمة ستارت. نزل معايا برنامج عادي بتسطبه زي اي برنامج، وسهل وبسيط ويعني صغير جدا، مش مستاهل كلام. ولكن احنا بنفضل انك انت تدخل من على الانترنت، لان من على الانترنت انت موجود في اي مكان هتقدر تشتغل من عليه. كل اللي انت محتاجه جهاز لابتوب. تمام. بندخل عليه ازاي؟ بنكتب بس في جوجل كلمة سكراتش .mit.edu. لو كتبت كلمة سكراتش ودخلت على اول لينك هيوصلك بالموقع اللي انت شايفه ده. الموقع ده يا شباب موقع يخص برنامج السكراتش او معهد MIT، وده هتلاقي عليه العاب كتيره متشاركه من جميع دول العالم. تقدر برضو تدخل تعمل لعبتك وتبرمج الحاجه اللي انت عايز تبرمجها وترفعها كمان على الموقع بتاعهم. تمام. خلي بالك حتى هو بص كاتب لك سكراتش از non profit that release on donations to keep your platform free for all kids. يعني بيقول لك ان هو ملوش اي ارباح، انك انت ممكن هو كمان يعني هو بيطالب منك انك انت لو انت حابب تتبرع للموقع بحيث ان هم يعني يطوروا فيه ويعملوا فيه حاجات جديده. لكن مش حابب خلاص انت بتدخل تاخد الهدف او اللي انت عايزه وخلاص على كده. تمام. نبدا بقى بسرعه كده في شرح الواجهه بتاعه السكراتش عشان ما نطولش الفيديو. هتدخل من هنا على كلمة ستارت كرييتنج، هيبتدي ان هو يدخلك، ولا عايز تسجيل دخول ولا عايز ايميلات ولا عايز اي حاجة. بتبتدي انك انت تدخل من هنا، بتفتح معاك الواجهة الرئيسية اهو كرييتنج بروجكت. بتبتدي ده زي تصميم صغير، هو بيوريك هو عمله ازاي على السكراتش. تقدر تدخل وتسمعه وبيوريك كمان الخطوات، بس احنا مش محتاجينه. اول ما بتدخل بتلاقي القط الجميل ده قدامك، وده هنستبدله، مش هنشتغل على الكائنات بتاعة السكراتش ابدا. طورنا الموضوع شوية بموقع الكتروني وهقول لكم على اسمه في اخر الفيديو. فعندي دلوقتي لو انا حابب ان انا دلوقتي هنشرح بقى. اول حاجه دي بتكبر لك الستيج اللي بيظهر عليها الكائن، ودي بتصغره. كمان دي بتوقف، حتى مكتوب عليها ستوب لو انت مشغل لعبه وعايز توقفها. ده اسمه العلم الاخضر، لما بتحب انك انت لو عايز تبدا اللعبه بالضغط عليه مفيش مشكله. بتضغط عليه وبعدين بيبتدي يشغل لك اللعبه، وتقدر تستبدله بحاجات تاني برضو مفيش اي مشاكل. فالمهم ان دي الستيج اللي احنا هنشتغل من عليها. اول ما بتجيب كائن، عايز اجيب كائن، بدخل من هنا وابتدي ان انا اضغط على بس الرمز بتاعها، هيجيب لي الاف الكائنات او مئات الكائنات اللي موجوده متقسمه من فوق. ادي عندك انيمالز، عندك بيبول، عندك فانتزي، دانس، ميوزك، سبورتس، كلها حاجات متقسمه بشكل كويس. كمان من هنا تقدر تجيب الخلفيات اللي انت عايزها. برضو الخلفيات متقسمه لميوزك وسبورت او الدور واندور، في الداخل وفي الخارج وفي كل الكلام اللي انت عايزه. وبرضو هنستبدل الخلفيات دي بخلفيات جميله جدا. كمان يا شباب لما انا بجيب كائن بالمنظر ده، الكائن ده بيبقى ليه شويه بروبرتيز موجودين تحت هنا. عندك اول حاجه السبرايت، فالسبرايت ده لو اسم الكائن هو اسمه سبرايت 1. كمان عندك الاكس والواي، ودي بقى فعلا مهمه جدا. حتى هو عامل لك الاكس اللي هو الشكل الافقي، والواي اللي هو المحور الرأسي، وده اللي هو ايه، اللي هو موضع الكائن على الستيج. ودي هنتكلم فيها باستفاضه لان دي فيها كلام كبير جدا. كمان عندك هنا الشو، لو انت عايز اول ما عايز تخفيه مفيش مشكله، بتضغط هنا. عايز تظهره بتضغط هنا. السايز بتاعه عايز تكبره، عايز اخليه 500. لو انا عايز اخليه 500 عادي بضغط على 500 وبكبره. عايز اصغره وارجعه ل 100 تاني برضو مفيش مشكله. في الدايركشن اللي هو الاتجاه بتاعه، لو انت عايز تلفه بالمنظر اللي انت شايفه ده عادي مفيش مشكله. ودي اللي هي الخلفيه اللي انت بتختارها. يعني لو دخلنا من هنا واخترنا مثلا وليكن خلفيه زي الخلفيه دي، فانا كده عملت ادي الخلفيه بتاعه اللي هو الباك دروب، بنقول عليها باك دروب. دي اسمها باك دروب ودي اسمها تشوز سبرايت. طيب كمان برضو عشان نبقى احنا فاهمين، ده بيخليك تدخل تسيرش. يعني لو دخلنا من هنا ده سيرش، ده انك انت لو انت عايز ترسم كائن. يعني لو انا عايز ارسم كائن
اقدر ان انا اجيب الفرشه وابتدي ان انا ارسم، واللي انا هرسمه هيظهر معايا هنا. طيب كمان من ضمن الحاجات برضو في دي اللي هي ايه؟ اللي هي ابلود سبرايت، كأن انت نزلته من على الانترنت وعايز ترفعه، هي دي اللي احنا هنستخدمها كتير جدا. بالفعل زي ما هي في دي برضو في نفس الكلام هنا، برضو تقدر تعمل كل اللي انت عايزه زي الكائن بالظبط. تمام كده. دي الحته اللي هي الخاصه بالمنطقه دي. المنطقه الثانيه هتلاقيه هو متقسم 3 مناطق. المنطقه اللي على اليمين دي خالص احنا خلاص شرحناها. المنطقه اللي في النص دي ايه؟ المنطقه اللي في النص دي هي كل ما فيها مرتبطه بالكود دي منطقه السكريبت اريا، ودي اللي فيها الاكواد يا شباب. طبعا هو مقسم لك الاكواد في موشن، في لوكس، في ساوند، في ايفنتس، كنترول، سنسنج، اوبريتورز، فاريبلز، ماي بلوكس. كل دي حاجات، كل دي زي كاتيجوري وجواها حاجات جواها. يعني مثلا الموشن جواها دي، اللوكس جواها دول، وهكذا. الساوند جواها دول، وحاجات كتيره بقى جدا لسه هنتطرق لها ونشرحها. طيب انا دلوقتي خلاص انا عايز ابتدي ان انا ابرمج، فبتبتدي انك انت تشد مثلا من الموف 10 ستيبس دي، بتشدها كده بدراج ودروب وبتركبها هنا. طيب بناء على ايه؟ مثلا وليكن تعالى نعمل حاجه صغيره. بناء لما اضغط على العلم الاخضر انا عايزك تحرك لي الكائن اللي موجود على المنصه ده، بس هو طبعا انا دايس على دي يبقى هو هيبرمج في دي. لو انا عايز ابرمج في القط يبقى هدوس على دي. طب احنا دلوقتي بس حاجه مؤقتا، فلو انا عملت كده هتلاقي ان الشكل اللي انا رسمته بيتحرك بالمنظر ده كل ما بضغط على العلم الاخضر. فدي حته برمجه اهو، ان انا لما بضغط هنا بيأثر لي في ده وبيمشيه على حسب البرمجه اللي انا عايزها. تمام. فدي المنطقه بتاعه الاكواد اللي انا بشتغل عليها. طب ايه الكاستمز دي؟ الكاستمز دي اللي احنا قلنا انك انت بتقدر ترسم منها وتجيب الرسومات بتاعتك وتعمل فيها. طب المنطقه الثالثه دي اللي هي الساوندس، اللي هي الاصوات. ولو انا دخلت من هنا وابتديت ان انا اسيرش، في عندي اصوات كتيره جدا تقدر برضو تتعامل عليها. خلاص لو انت دخلت عليها هتشوف هتستخدم برضو الاصوات دي وممكن تعمل بيها حاجات جميله جدا. تمام. ده كده بالنسبه للشرح بتاع الحته دي، ما كانش فيه اكتر من كده. في بس من هنا من فوق ان انت اي حاجه انت دلوقتي لو انا شغال على سكراتش وطلعت منه كل اللي عملته راح منك، فهو عامل لك فايل تقدر منها بانك انت تحفظ الشغل بتاعك على الكمبيوتر، بحيث انك انت عايز ترجعه في اي وقت تاني. يعني مثلا سيف تو يور كمبيوتر، هحفظ كده. هو عمل له داونلود اهو، طبعا انا عملت له مرتين فجه مرتين اهو. وليكن بعد ما هيخلص، وليكن لو انا طلعت من السكراتش او عملت نيو مثلا بروجكت، لو انت دلوقتي عملت نيو بروجكت كل الشغل ده طار. طب انا عايز ارجعه، يبقى اروح اعمل فايل مثلا، هعمل نيو دلوقتي. طب نيو خلاص هيدخلني على حاجه جديده. طب انا عايز ارجع الحاجات، يبقى لود فروم يور كمبيوتر، ومن لود فروم يور كمبيوتر بيحدد لي المكان اللي انا نزلت فيه المشروع بتاعي. فانا مثلا وليكن نزلته فيه الداونلود، فلو دخلت في الداونلود وعملت كده هلاقيه رجع لي الشغل بتاعي تاني. كمان في حته كمان، لو انت مش حابب انه يكون بالانجلش، ولو اني انا حابب لازم اصلا يكون بالانجلش لان البرمجه كلها انجلش، كان في تبهي اللي هي اللانجوج لو انت عايز تحول لاي لغه تانية، ولكن انا ما انصحش غير الا بالانجليزي، عشان كده انا برضو مش هختارها. طبعا دي بقى لو انت عايز تغير في الشكل بتاعه، عايز تخليه كده ماشي، عايز تخليه كده ماشي، ده الشكل اللي احنا متعودين عليه. ولكن دول تبقى انت عارفهم جدا. الايديت دي انا ما استخدمتهاش بصراحه، ويعني ما تطرقت لهاش. بس هو ده يا شباب كل الواجهه بتاعت السكراتش. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبتدي بقى نبرمج اول لعبه موجوده معانا، او هنتعرف حتى على الاقل على الاكواد دي. هنمشي بقى كود كده ونتعرف احنا ممكن نعمل بالكود ده ايه. استنونا في فيديو جديد وان شاء الله فكره جديده.